متابعي قناة فنون شارع مطبخي، أهلا ومرحبا بكم. جبت لكم اليوم الصوص بلونش على طريقتي، طريقة رائعة وسهلة ولذيذة بدون دقيق وبدون نشا. تعقد من نفسها، روعة روعة روعة. نوصيكم تتبعوها، راح تعتمدوها بإذن الله. هنا يتحدث لي المقطع الأول من الفيديو. كنت وضعت 500 جرام من السكالوب تاع الدجاج، قطعته إلى مكعبات وحطيته يتقلى مع شوية بصلة فقط مقطع رقيقة، وشوية معدنوس وشوية ملح وشوية فلفل كحل وشوية فلفل أخضر يعني مقطع رقيق. خليتهم يتقلوا مليح، يتقلوا مليح عندي. الملح نضيف بشوية لأني راح ندير لها الفرماج الطلي. وتعرفوا بلي الفرماج راه مالح. درت لها لتر من الحليب. الكمية هذه تكفي حوالي 25 شخص، بمقادير مضبوطة. وكنت قلت اللحم بشوية من الزبدة، يعني خليه حتى وين يطيب عندي. جبت حوالي 40 سليلتر من الكريم فريش، الكريمة السائلة، نضيفها للتر الحليب اللي كنت أضفته. على فكرة الكريم فريش هي اللي راح تخلي لي هذا لاصوص تعقد وتعطيها واحد البنة يعني رائعة، تغنيكم يعني عن إضافة النشا أو الدقيق، أو إنكم تخدموا صوص بيشاميل. إن نبقى نحرك يعني جيدا وعلى نار ما تكونش قوية، النار تكون متوسطة إلى ضعيفة. نبقى نحرك حتى وين يوصل الحليب عندي لدرجة الغليان. نحاول اني نبقى واقفة عليها، يعني ما نبقاش حتى وين يهز الغلو. ضفت لها شوية ملح ونحاول اني ما نزودش. السكالوب اللي درته هنا راح يضيف لها بنة رائعة، خاصة لما تكون عندكم مناسبة. طعم ديما ما نقولكمش حتى تجربوا بأنفسكم. وأضفت هنا 260 غرام من الفرماج تاع الطلي، أي نوع فرماج تحبوه. قلت لكم الوصفة راهي بمقادير مضبوطة وتكفي من 25-30 شخص. اللي يحب يضاعف يعني يقدر يدير عملية ضرب ويقدر يتحصل على الكمية اللي حاب يديرها. المهم نقولكم عنها، راهي وصفة لذيذة جدا جدا. وأنا في الحقيقة ما نحبش نضيف الدقيق والنشا. الصوص بلونش كي نلقى فيها النشا أو الأخر ما نحبش ناكلها، نحبها بهذا الطريقة. لما يهز الحليب الغلو راح يذوب هذاك الفرماج. تحاولوا انكم تذوبوه حتى تحركوه بملعقة خشبية، وتحاولوا انكم حتى اللي ما ذبتش انكم تطحنوها. المهم بمجرد ما يغلى الحليب نطفي على النار، يعني ما نخليش يغلى دقائق. بمجرد ما يغلي الحليب نطفي على النار ونبقى نحرك حتى وين يذوب الفرماج، لأنه الفرماج راح يذوب في درجة الحرارة العالية قبل ما يبرد. لما تبدأ تبرد راح تبدأ تحصلوا على القوام تكون عاقدة. راح تكون عاقدة عندكم، وإذا عقدت يعني كذي ياسر لازم تضيفوا لها شوية حليب. تقدروا أنكم تضيفوا الحليب، تقدم دافئة، بالأفضل أنها تكون دافئة. حتى ولو خدمتوها وقت التقديم تزيدوا تسخنوها وتحطوها. ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضيرها، يعني هي السهل الممتنع. هي لازم الواحد يوسع باله شوية باش يجي النتيجة رائعة. تبدو سهلة لكنها ماهيش سهلة. تشوفوا فيها بدأت تعقد عندي، الفرماج بدأ يذوب شوية شوية.
كيما قلت لكم لما تبدا تبرد راح تعقد، تشوفوها يعني تعود عاقدة مليح مليح. نتمنى تكون هذا الوصفة نالت إعجابكم. إلى اللقاء في وصفة جديدة من وصفات فنون وأسرار مطبخي. ما تنسوش الاشتراك للي ماهوش مشترك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.